حكاية السبت الممتاز في الدوري الإنجليزي 3 مباريات النهارده ليفربول ونادي تشيلسي ونادي الأرسنال المهدد بفقدان الصدارة، ومباراة وحيدة لنادي برشلونة في الدوري الأسباني، وهزيمة قاسية بطعم المرارة لنادي بيراميدز أمام فلامونجو في كأس التحدي في كأس الانتر كونتيننت. في مباراة برشلونة ونادي أساسونا والكرة المجنونة بالفوز 2-0 على نادي أساسونا بفضل رافينيا الفتى الذهبي. بصراحة رافينيا هو الحل، هو اللي فك شفرة في هذه المباراة بالفوز ب 2-0، هدفين متميزين بصراحة. فرحة كبيرة لهانز فليك ولاعيبة برشلونة في الصدارة ب 43 نقطة في الجولة 16، بيتمسكون بصدارة الدوري الأسباني ب 43 نقطة، بيبتعدوا بسبع نقاط على الغريم التقليدي نادي ريال مدريد. الدوري الانجليزي والمباراه الاولى نادي ليفربول وبرايتون، وعوده محمد صلاح، العوده الحميده، العوده السليمه في الدقيقه 25. التغيير الاضطراري لهانز فليك، صراحه محمد صلاح غيرت شكل المباراه في الشوط الثاني، ويستطيع عن طريق ضربة ركنية رأسية ذهبية لنادي ليفربول وهانز فليك ومحمد صلاح إلى سكة الانتصارات في الجولة 15 لنادي برايتون 2-0، ويكون في المركز السادس مؤقتا، لأن إن شاء الله في مباراة تاني يوم الأحد هتحدد المراكز وهنقولها بكرة إن شاء الله. بالنسبة للمباراة الثانية نادي تشيلسي بيفوز على نادي إيفرتون ب 2-0، الفضل لكل فرد لكول بالمر، والعودة بعد الإصابة، العودة طويلة والعودة أيضا لسكة الانتصارات ليكون في المركز الرابع مؤقتا في الدوري الإنجليزي. فرحة 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 لجمهور تشيلسي ولاعبين نادي تشيلسي بهذا الفوز الثمين. المباراة الثالثة الفوز الصعب لنادي الأرسنال على وولفرهامبتون، الفضل كل الفضل للاعب الذهبي، اللاعب الساحر العائد من الإصابة جابرييل جيسوس، عاد لينقذ أرتيتا ولاعبي الأرسنال من التعادل في الدقائق الأخيرة برأسية حديدية ذهبية كلينيكية، أي حاجة ثائرية لنادي الأرسنال. أهم حاجة نادي الأرسنال اللي يواصل في الصدارة ب 33 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي. نادي برومز ونادي فلامونجو في كأس التحدي في الانتر كونتيننتال، بيخصم نادي فلامونجو 2-0 مع رافا، وتصدي أحمد الشناوي لبعض الفرص المحققة والانفرادات. صراحة لن يكسر شوكة الأندية البرازيلية إلا الأهلي. خيبة أمل كبيرة لنادي بيراميدز أمام نادي فلامونجو، رغم تواجد بعض الجمهور من جمهورية مصر العربية وبعض الجمهور الآخر من بعض الدول العربية الشقيقة لتزامنها مع كأس العرب. خيبة أمل كبيرة. ما تنساش سبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة واللايك المتين الحزين لهذه القناة. وإن شاء الله يوم الاثنين المباريات نصف نهائي كأس العرب إن شاء الله، الإمارات مع المغرب والأردن مع المملكة العربية السعودية. بالتوفيق لكل المنتخبات العربية، وكل بطولة لها بداية ولها نهاية. للأسف الشديد نهاية يعني كأس العرب خلصت بسرعة على الدولة القطرية. ما تنساش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.